السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. وصفة اليوم مع فطيرة السبانخ بحشوة كتير طيبة، أتمنى تعجبكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا بسم الله نبدأ مع بعض المقادير. في عنا هون 500 جرام من السبانخ. أنا هون استعملت سبانخ بيبي سبينش، هاي طبعا مغسولة ومصفية منيح. فيكم تستعملوا مفرزة وفيكم تستعملوا السبانخ العادية، بس لازم تغسلوها وتصفوها وتفرموها خشن. نحتاج 5 معالق من الزبدة، ربع كوب من الطحين كامل استعمالات، بصلة حمراء مفرومة ناعمة، 4 فصوص من الثوم ناعمين، كاسة من جبنة تشيدر مفرومة، كاسة وربع من حليب كامل الدسم، رشة من جوز الطيب، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح أو ملح حسب ذوق. طبعا المكون الأساسي عنا اللي هي الباف بيستري، طبعا أنا طلعتها من الفريزر حطيتها في الثلاجة ليلة كاملة. تعالوا نشوف مع بعض كيف بدنا نحضر وصفتنا، خليكم معي. على النار هون حطيت قلاية، بدنا نحط الزبدة تبعنا نسيحها. هي بعد ما سيحنا الزبدة بدنا ننزل عليها البصل والثوم. هلا بدنا اياهم يدبلوا شوي وتطلع ريحتهم هيك مع بعض. هي بعد ما دبل البصل والثوم تبعنا بدنا ننزل الطحين، وبدنا هيك نحاول نحركهم مع بعض لحد ما يتجانسوا. طبعا على نار متوسطة مش عالية، نار وسط عشان ما يتحرق معانا ولا الزبدة تنحرق. هي بعد ما تحمص طحين معانا هلا بدنا ندير الحليب تبعنا. هلا بدي اشيل السباتيلا وبدي الخفاقة، لانه بدنا نعمل صوص بشاميل يكون تقيل شوية مش خفيف. هلا بدنا نقلب شوي شوي. طبعا بدكم تضيفوا الحليب دافي او حليب بارد، بس نزلوه شوي شوي. طبعا انا هون بدي الصوص زي ما قلت لكم سميك على نار متوسطة، او نوطيها كمان شوي لحد ما الطحين تبعنا والحليب يتجانسوا، تكون عنا كريمة هيك. هي على بال ما خليته 3 دقايق. هلا بدنا نسوي رشة جوز الطيب ونحركها. طبعا النار نزلتها على اللو، يعني على الاخير هيك هديتها تحت المتوسط. خليت البيشاميل الصوص هذا تبع الكريمة البيشاميل بعد ما انطبخت هيك 3-4 دقايق بدي انزل السبانخ. طبعا كمية السبانخ حتشوفوها كتيرة، بس هلا السبانخ حينزل معانا. هلا بدي اغطي عليه واخليه دقيقة مع البخار على نار هادية، وبعدين برجع له بقلبه. شايفين كيف نزل معانا السبانخ؟ طبعا زي ما قلت لكم النار وطيتها من تحت عشان ما بديش البيشاميل تبعنا ينحرق. هلا بدنا نحط فلفل اسود، الملح طبعا زي ما قلت لكم حسب الذوق. هلا بدنا نخلطهم على نار هادية، بس نسويهم 3 دقايق ل4 دقايق، ما بدهم كتير. هلا بدي اغطي عليهم على نار هادية زي ما قلت لكم من 3 دقايق ل4. هيو بعد 3 دقايق هيك جاهز معانا. بدي اطفي تحته واضيف الجبنة تبعنا. طبعا لازم نطفي النار، وهلا احركه لحد ما تسيح كل الجبنة معي. طبعا الجبنة هاي اختيارية، فيكم تستعملوا اي جبنة انتم تحبوها. خلص هي بعد ما خلصنا هلا بدي اديرها بصحن واخلي الحشوة تبرد تماما تصير بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين نجيب
الباف بيستري تبعنا، العجينة المورقة. أنا طبعا حطيتها في الثلاجة لأنه عشان ما بدي إياها تسخن معي. إذا سخنت ما بتنفخ معانا لما نحطها بالفرن بعد ما نحشيها. خلص هلا بدي أخليها هون لحد ما تصير درجة حرارة المطبخ وبعدين برجع. العجينة المورقة طلعتها من الثلاجة، بدي أطلعها. زي ما قلت لكم أنا حطيتها بالثلاجة لحد ما خلصت كل الحشوة تبعتي وبردت، بعدين طلعتها لأنه إحنا بدنا عجينة باردة مش فرزة بس باردة. هلا بدي أرش لها شوية طحين، مش كتير، بس بدي أفردها شوي، مش كتير طبعا. هلا بدي أحملها. طبعا أنا عندي هون صينية حطيت على ورق الزبدة، بدي أفردها فيها. طبعا الفرن أنا شغلته قبل ما أبدأ أفرد العجينة بربع ساعة، لازم الفرن يكون سخن عشان تنفخ معاكم الباف بيستري. حط الحشوة بالنص، نحاول الحشوة ما تروح للجناب لأنه الجناب عشان يسكروا معانا. نحاول نخليها هيك بس، نفردها هيك مستطيلة بس بعيدة عن الحواف، مش واصلة للحواف. في هون عندي بيضة كاملة حطيت على معلقة كبيرة ماء بارد، هذا هو اللي بدنا ندهن بيه الحواف العجينة على أساس إنه تلزق معانا. هذه بتكون أكبر من التحتانية عشان نغطيها منيح تتغطى معانا. هلا بعد ما فردناها بدنا نغطي فيها الحشوة، نحاول نضغط من الجناب منيح. هلا بدنا نسوي الجناب بالشوكة هيك، هاي العملية زي اللي بتسكرها على كل حواف العجينة. بعد ما ضغطناها بالشوكة هلا بدنا نمسحها بالبيض كلها، وبدي احطها بالثلاجة 15 دقيقة، ارجعها للثلاجة واطلعها واعاود كمان امسح وشها بالبيض وارجع لكم. هلا بدنا نسوي 3 فتحات، واحدة كبيرة بالنص، واحدة صغيرة. خلص هيك جاهزة معانا. طبعا أنا الفرن زي ما قلت لكم ساخن جدا، حطيته على 375 فahrenheit اللي هي 190 سلسيوس. بدي 35 دقيقة لحد ما تصير ذهبية ومحمرة. الوصفة تاعتنا بعد ما جهزت، فطيرة تاع السبانخ والجبنة. هلا بدي أقطع معاكم قطعة وارجيكم كيف شكلها بالوسط. شايفين كيف طلعت معانا مورقة؟ زي ما حكيت لكم كل ما تخلوها باردة كل ما تنفخ معاكم وتطلع مورقة. هاي كيف شكلها، شايفين تحميرتها وريحتها كتير طيبة. وهي وصفة اليوم بعد ما جهزتها. شفتوا ما أخذت مني وقت وبسيطة وطيبة. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني بفيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ماما مليكة. والسلام عليكم.